يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله اخواني الاعزاء. الان من بيت بتول عبد الامير، اصابه بالفشل الكلوي، بالعجز الكلوي كليتين، بقضاء عفك، محافظه الديوانيه. عنوان بيتهم يم اعداديه عفك، مقابل اعداديه عفك، يم مكتب دجله. وراح اخلي لكم رقم ابو بتول. وهاي حاله انسانيه اريدكم تنقلونها باسم الانسانيه. تركت دراسه السادس العلمي، يعني طالبه بالسادس العلمي وتركت الدراسه بسبب مرض عجز كليتين، الفشل الكلوي. اريد همتكم يا شرفاء، وهذا مستقبلها، وان شاء الله ترجع للدوام وتسوي العمليه بجهود الشرفاء وجهود الخيرين وجهود الناس اللي عندها انسانيه ورحمه. وان شاء الله خلي لكم الرقم بالفيديو، ونريد دعمكم. هذا الرقم والد بتول بزين كاش. نريد كل المحافظات، كافة العراقيين بكل دول العالم. نريد همتكم، نواب البرلمان، تجار عفك، يعني أغنياء عفك، جميع المحافظات، حتى نواب البرلمان. كل واحد يعني يتبرع له 2 3 و4، ما راح تأثر عليك. من تنقذ حالة إنسانية، يعني هاي قد عظيمة عند رب العالمين. من أحيا نفس كأنما أحيا الناس جميعا. هاي حالة إنسانية. 3 مرات تغسل بالأسبوع، 3 مرات تغسل بالأسبوع، وتروح للديوانية وكراوي وتعب ومصاريف، وهاي هم تعب على المريض. وإحنا نطالب إنه يسوون لنا مركز للغسل الكلوي بقضاء عفك، مستشفى قضاء عفك. هذا مطلب شعب. مرضى الفشل الكلوي جاي يطالبون به وجاي يناشدوننا على موده. نريدكم توفرون لنا يا محافظ الديوانية، مدير صحة الديوانية. هذا يعني صدق مطلب مهم، ونريد من الحكومة إنه يخصصون ميزانية لمرضى الفشل الكلوي. يعني ما عندهم، ما عنده، يعني منين يجي؟ هسه هاي الحالة اللي احنا قاعدين بيها، بتول قاعدين بالإيجار، يعني ما عندهم بيت حتى يبيعونه ويسوون العملية. قاعدين بالإيجار، لو عندهم بيت يبيعونه ويسوون به العملية، بس ما عندهم. يعني ما عنده شلون؟ الدولة لازم تهتم بمرضى الفشل الكلوي وتخصص لهم ميزانية خاصة بهم، حتى يسوون الناس اللي ما عندها تسوي عمليات وتقضي حاجتها بسرعة، لأن هاي أرواح ناس جاي تموت بسبب هذا المرض المنتشر. نريد همتكم وغيرتكم. هاي يعني القضية بين الحياة والموت. تنقذ إنسان من الموت، تحيي إنسان عظيم عند رب العالمين. كل شريف يريدك تشارك، حتى اللي ما يقدر يشارك، شارك الفيديو حتى غيرك يوصل ويتبرع. تبرعات عن طريق والد البنية أبو بتول. نشكر إخوتنا القائمين بجمع التبرعات، حضن العراقي، أبو حبيب، وحسين المحنة، وسعد حمود، مستمرين وأبطال وما قصروا، وإحنا داعمينهم ومساندينهم إعلاميا، وبارك الله بهم. وإن شاء الله العملية تكمل بجهود الشرفاء وترجع لدوامها وتكون ترجع لمستقبلها وبأفضل حال إن شاء الله. هذا عمو بحسين والد البنية بتول، ناشد الناس الشرفاء، وتكلم وياهم ووجه رسالتك. وجه رسالتنا الخيرين يعني بالعمل الإنساني وتبرعهم منا وفزعتهم لهاي البنية. تشوفنا شابة كسر ظهرنا هسه، وما عندنا إمكانية نزرعها. لا عندنا بيت، قاعدين بلا جار حتى تبيعه، ولا بد شيء ملك تبيعه وتزرع. وهاي حياتها يا سيد الله على الزرع الكلى والغسل مستمر اللي صار لنا سنة. يعني قاعد نعاني من معاناة كل شديدة. ما عندنا غير هاي، احنا فزعتهم، غير فزعة الشرفاء منتظرينها. هي الغيرة والرحمة والإنسانية. والله الحكومة احنا ما يصير من عندها، ما ادري بعد. طبعا الحكومة يسمعون هسه هذا دانا ما يصير من فزعتهم، بس فزعة الشرفاء للناسنا. فزعة الحكومة هي الدولة عندها ميزانيات تكون أسرع، طبعا أسرع من جمع التبرعات. لكن يعني شو نسوي للحكومة؟ لا هي ما تسوي حل، ما تسوي حل. نلتجئ للشرفاء ونطلب من كل شريف ننقذ هاي الحالة الإنسانية وترجع البنية لدوامها ومستقبلها وتسوي العملية. عجز كليتين، يعني عجز كليتين. هي وحدة راح إن شاء الله يبدلونها بالشمال. وجزاكم الله خير، ولا تنسون هاي القضية إن شاء الله بميزان حسناتكم، ورحم الله والديكم.